اجمد حاجه في الدنيا وانت مسافر انك انت تقعد في فندق في السنتر ويبقى قريب من المترو. لما جيت هنا في تايوان تايبي قعدت في الفندق العظيم اللي اسمه تشين هوتيل. ده فندق جامد جدا في وسط السنتر يا جماعه، قريب من كل حاجه، حرفيا ماشي، مش محتاج تستخدم اي حاجه غير انك انت تتمشى او تستخدم المترو. واجمل حاجه فيه ان هو محطة المترو حرفيا تحتيه، مش محتاج حتى تمشي متر، انت بتنزل بالاسانسير في المترو من الاوضه بتاعتك، بتنزل على محطه المترو. ده غير كمان ان في تحتيه اسم اللي هو مكتب بوسطه، عشان خاطر لو انت عايز تبعت هدايا او كروت او اي حاجه لحبايبك واصحابك في بلدك. تدخل جوه الفندق تلاقي ان هنا في ستاف شغال 24 ساعة. الناس دي شغالة 24 ساعة هنا، تدخل في أي وقت أنت عايزه، تطلع في أي وقت أنت عايزه، ومش لازم إنك أنت وأنت ماشي كمان تيجي لهم، أنت بس بتعمل بالكيو آر كود، بتعمل تشيك أوت. ناس لذيذة جدا جدا جدا، بيعملوا لك كل اللي يقدروا عليه. حاجة جميلة جدا هنا كمان إن هو المية جوه الفندق مجانية 100%، تاخد مية زي ما أنت عايز، مية معدنية وأنت خارج وأنت طالع، إن شاء الله تاخد 50 علبة في اليوم، محدش هيقدر يقول لك أي حاجه. جميل جدا كمان ان هنا ممنوع اي نوع من الممنوعات ان هم يجوا هنا جوه الفندق، بيقول لك ممنوع التحرش باي انواعه هنا، بيبلغوا على طول عشان خاطر يبقى فندق ما فيهوش ان هو ناس بتطيس او ناس بتبقى عاليه او ناس بتعمل حاجات لبنات. فهنا امان جدا للبنات كمان اللي عايزه تسافر لوحدها، وغير ان هو هنا مضمون من الحكومه التايوانيه. بتيجي لو انت عايز مثلا اخر يوم وعايز تمشي اليوم كله، هتعمل تشيك اوت وعايز تسيب حاجتك، بتسيبها هنا، شايفين بيربطوها وبيخلوها لك هنا موجوده عشان خاطر تهيص وتروح اليوم كله في تايبي او في اي حته وترجع تاخد شنطك قبل ما تسافر. جميل جدا كمان ان هو واخدين ريفيوز عاليه جدا على جميع المواقع الالكترونيه بتاعه حجز السفر. وعندهم هنا الفطار والغداء والعشاء في مطعم جميل جدا. الاكل هنا بيتغير كل يوم، وطبعا هتلاقي فيو رائع من المطعم عشان تشوف وسط المدينه. وهنا مش الفطار العادي اللي هو فطار كل يوم نفس الفطار، هنا كل يوم الايام اللي احنا قعدناها هنا نلاقي فطار مختلف عن اليوم اللي قبليه. نطلع فوق هنلاقي ان من مميزات مجموعه الفنادق دي ان كل عماراتهم هنا في وسط العاصمه التايوانيه تايبي طويله جدا، فبتبين يعني وسط المدينه بطريقه جميله جدا جدا جدا. هنا فاحلى حاجه هنا في الاوضه ان كل حاجه هنا، الحيطان منع للصوت والازاز ده مانع للصوت، ازاز كثيف جدا وعاملينه على اعلى درجه، انك انت شايفين في شارع رئيسي وسط المدينه ولكن ما تسمعش اي حاجه تماما. واحد بينام بالليل ما بيسمعش اي حاجه، اكنك قاعد في اوضه معزوله عن الصوت. منظر رائع ملوش حل يا جماعه، انك انت هنا تشوف كل الجبال، كل الحاجات اللي موجوده، شايفين جبال العاصمه التايوانيه تايبي، وسط المدينه، الشوارع جنبك هنا، المعابد جنبك، الاسواق النايت ماركتس جنبك، المحلات اللي بتاعت الشوبينج، كل حاجه دقيقه بالعربيه او بالتاكسي، او بالكتير جدا 5 دقائق من بالمترو اللي هو تحت العماره. دي حاجه بجد جميله جدا جدا جدا. النظافه، وشايفين اهو الفندق هنا ودي وسط المدينه، فتقدر تروح من الفندق ده اي حته انت عايزها، بالجناين، الحدائق، بكل حاجه في دقائق معدوده. من اجمل الحاجات اللي موجوده هنا كمان هي التواليت يا جماعه. اختراع الشطافه الالكترونيه اليابانيه حاجه مكوكيه استراتيجيه 100 انك انت تقعد ما تشيلش هم انك انت بقى مناديل بقى وبتاع. هنا الشطافه الالكترونيه عشان عارفين ان في ناس كتيره جدا بتجيلهم من العرب وبتجيلهم من البلاد اللي هم بالنسبه لهم الشطافه اسلوب حياه. فالشطافه دي تاخد 10/10 انك انت تشغل، تقلل الميه، تزودها، تدفي القعده لو الدنيا شتاء، تخففها، تزود اندفاع الميه، تقللها درجه الحراره، الشطافه، كل حاجه هنا جميله جدا في الحمام الالكتروني. لو انت مسافر تايوان وعندك ميتينجز في بلدك، عندك ميتينج زوم، عندك انت ديجيتال نوماد مثلا بتسافر العالم وعايز تعمل ميتينجز مع حد، تقدر تيجي هنا
في المكان الجامد جدا دي الفاون وورك، وبرضه في كله شايفين تايبي 101. تيجي هنا تقعد تحجز مكانك، عايز تقعد في اوضه لوحدك تقعد، عايز تعمل ميتنج في مكان اللي هو تبقى كل الناس قاعده فيه زي كده، تاخد لك كورنر كده وتقعد، مفيش اي مشاكل تماما. كل منظر رائع يا جماعه. وشايفين زي الناس اللي ورانا دي قاعدين، هم بيجي يشتغلوا، بيجوا يعملوا حاجات. عندك ميتنج سريع مع حد عايز تخلصه، ان عايز ما تحسسش الناس انك انت مسافر، لو انت مزوغ من شغلك تيجي هنا تقعد تتبسط تاكل تشرب. المنظر غير طبيعي، منظر من اعلى الحتت اللي موجوده في تايبي كلها. شايفين هنا مثلا عندهم ذا بيك، ده مكان للناس اللي جايه مثلا عايز تيجي هنا تايوان لاجتماعات شركات، للناس الكوربريت يجوا هنا. شايفين تبص من الشباك تلاقي تايبي 101 في اماكن مميزه جدا 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 تقعد. كل حاجه هنا لوكشريوس، الناس هنا بتخدم عليك، بتعمل لك بتدي لك المساحه انك انت تقدم اكل، تقدم شرب، تعمل اجتماعاتك في. شايفين هنا عندك اللي هو المكان اللي تتكلم فيه في التليفونات، الناس لما بتعمل اجتماعات للشركات، او انت لو جاي مع اصحابك وعايز تعمل اجتماعات مع ناس هنا في تايوان عشان بيزنس عشان حاجه، تقعد هنا تظبط حياتك في وسط المدينه. يا جماعه بصوا متخيلين في الجبال بتاعه تايبي وسط المدينه، يعني في عز السنتر، في مكان جامد جدا 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 اسمه ذا بيك.